في بداية الفيلم كده الشاب ده اسمه داريل، وهتحصل له حاجة هتغير حياته وتشقلبها تماماً، وبيكون هو المسؤول عن تعريف الطلبة الجداد على الجامعة بتاعته، وطبعاً بياخد فلوس مقابل اللف اللي بيلفه ده، وعامله زي بيزنس صغير كده ليه، لأنه هو اللي بيصرف على والدته وإخواته. وبيشارك في حاجة تانية في الجامعة، وهي إنه بيوصل الطرود للأقسام. وبيوصل داريل طرد معاه لدكتور في قسم علم النفس العصبي، وأول ما بيدخل بيلاحظ إن المعمل ما فيهوش حد ولا حتى دكتور ويدن اللي عمل تجارب على الحيوانات قدامه. ومن ضمن تجاربه الغريبة إنه خلى فار ينور في الضلمة. وبعد ما بيوصل الطرد بيرجع تاني للناس اللي هيفرجهم على الجامعة، وبيخلصهم بسرعة علشان ياخد المجموعة اللي بعدهم، وبيفضل على كده كل يوم. وبعدها بيروح السكن بتاعه وهو ميت من التعب، وبتتصل بيه والدته عشان تطمن عليه، وبتسأله عن ميعاد توظيفه في البورصة زي ما قال لها، فبيقول لها إنه لسه بيدور، وإنه عاوز يشتغل في المجال اللي بيحبه واللي هيديله فلوس أكتر. وقبل ما بيقفل بتفتكر مامته تبلغه إنه لازم يسدد لها فاتورة الغاز وإلا هيقطعوها عليها، فبيكتب قيمة الفاتورة على المصاريف اللي عليه، وبيلاقي إن مجموع الفواتير المطلوبة منه $2774، وهو معهوش منهم حاجة خالص. وقبل ما بيقفل بيقول لها ما تقلقيش، أنا أفضل مرشح لشغلانة البورصة دي. وأول ما بيقفل معاها بيجيله تليفون من إدارة الجامعة اللي هو فيها، بيبلغوه إنه ما دفعش آخر قسط عليه، فبيقلد صوت والدته وبيقول للموظفة في التليفون إن داريل مات ومش هيقدر يدفع المصاريف علشان تسيبه في حاله ويقفل السكة. وبيجي تاني يوم وبيكون داريل بيدور على أي طريقة عدلة يجيب بيها فلوس، وبيجي في باله إنه يروح مكتب التبرع بالدم واللي بياخد فلوس مقابل التبرع بدمه، لكن لازم اللي هيتبرع ده يتبرع مرة واحدة بس في الشهر، والكلام ده بيكون مكتوب على يافطة قدام كل المتبرعين. لكن بيلاقي داريل إنه ما قداموش حل غير إنه يتبرع أكتر من مرة في نفس اليوم، فبيغير مرة ملامحه ومرة بيغير هدومه ومرة بيغير اسمه وهكذا لحد ما بيغمى عليه من كتر مرات التبرع. وبيقرر إنه يروح للحلاق علشان يبيع له شعره علشان يعمل منها بواريك، لكن الحلاق بيرفض إنه يشتري منه شعره علشان لسه قصير ومش هيعمل بيه حاجة. وبيبقى بيقدم الأكل في الجامعة بتاعته، وساعتها بيقابل سكوت زميله الرخم اللي بيحاول هو كمان إنه ياخد وظيفة البورصة، وبيبقى المنافس الأساسي لداريل. سكوت حب يضايقه أكتر ويقول له إن الوظيفة يعتبر إنه خدها خلاص لأن مفيش أفضل منه هيتقدم لها، وبالأخص وهو رئيس نادي الطلبة الجامعي وأبوه مدير ثالث أكبر بنك في المدينة. أما داريل فبيبقى مش مهتم بأي حاجة سكوت بيقولها، وبيبقى في حتة تانية خالص، وبيبقى مركز بس على جانيس زميلته اللي هو معجب بيها وما عندوش الشجاعة علشان يصارحها بإعجابه بيها. وبيكون في اجتماع للطلبة اللي هيقدموا في وظيفة البورصة، وبيقوم رونالد مدير الشركة اللي بيتمنى داريل إنه يتوظف فيها، وبيقول لكل الحضور إن كل سنة بيختار واحد بس من الطلبة علشان يشتغل محلل، وبيتمنى داريل إنه يبقى الشخص ده. وبيروح بعدها داريل لمدرب الهوكي علشان يتحايل عليه إنه يسمح له باللعب، لأن ده هيساعده في زيادة المعدل الدراسي بتاعه بسبب مشاركته في الرياضة يعني. وبيطلب من صاحبه تيم إنه يرشحه للمدرب إنه ينزل يلعب معاهم في الفريق، وبينزل حارس مرمى لكن بيكون فاشل جدا في اللعب. وبعد ما داريل بيخلص لعب بياخد باله بالصدفة من إعلان دكتور ويدن نشره في الجامعة، وبيطلب فيه مشاركين عنده في التجارب اللي ناوي يعملها مقابل فلوس كويسة، وبيروح للمعمل علشان يعرف ايه القصة دي. فبتطلع مساعدة الدكتور وبتقول لكل الموجودين ان التجربة دي ما اتجربتش على بشر قبل كده، واتعملت بس على الفئران بس ما ماتوش منها والحمد لله. ده غير ان التجربة ليها اعراض جانبية زي الغثيان والصداع واعراض تانية خطيرة، وكل اللي موجودين مع داريل بيقوموا ويروحوا ما عدا هو، لأنه بيكون راح في النوم وما سمعش ولا كلمة من اللي المساعدة قالته، ومع ذلك بيوافق إنه يشارك في التجربة لأنه ما سمعش اللي اتقال أصلا. وبيقابل دكتور ويدن اللي بيقوله إن العقار اللي هيجربوا عليه صمموا لزيادة فعالية الحواس عشان تبقى أقوى ب10 أضعاف، وبيحذروا إن العقار أهم حاجة فيه هي طريقة تناوله، وإن كل يوم هياخد منه 6 سنتي بالظبط من خلال الحقن قبل النوم، وما يزودش عن الكمية دي أبداً، وإن بعد ما التجربة تنتهي هيديله $3000. وبعدها بيطلع على حفلة في نادي الجامعة وبيتكلم مع المشتركين في النادي لأنه عايز يشترك فيه هو كمان، لحد ما بيلاقي سكوت قدامه، وكالعادة بيستهزأ بيه وبيطرده بره الحفلة لأنه مش مشترك. وبيروح داريل على بيته وبيلاقي العقار منور في الشنطة بتاعته، وبيقرر إنه ياخد أول جرعة منه، وبيدخل ينام علشان تاني يوم اختبار مهم في الجامعة الخاص بالوظيفة بتاعته. وتاني يوم بيبقى حاسس إن في حاجة غلط،
والأصوات بتبقى عنده عالية جدا لدرجة إنه بيسمع صوت شطب القلم على الورقة في الامتحان وصوت عقرب الثواني في الساعات اللي حواليه، وكل الروايح اللي في المكان بيحس إنها دخلت في بعضها وما بيقدرش إنه يركز أبدا في الامتحان. وفجأة بيقوم من مكانه بيتخانق مع كل الطلبة اللي حواليه لحد ما دكتور المادة بيطرده بره الامتحان، وبيجري داريل على دكتور ويدن وبيقوله على اللي حصل وإنه حاسس إن جسمه بياكله جدا، وبيقوله إن دي ردة فعل طبيعية للعقار وكله هيختفي مع الوقت بمجرد بس ما يتكيف جسمه على قوة حواسه الجديدة دي، وهيرجع على بيته علشان يدرب حواسه كويس. وبيعرف إنه خرج من قائمة المتأهلين للوظيفة بسبب اللي عمله في الامتحان، وبيحاول إنه يسيطر على حواسه ويدربها كويس، وبيقدر فعلا إنه يسيطر عليهم زي ما الدكتور قال. وبيكون في حفلة للجامعة عاملاها لل5 المتأهلين لوظيفة البورصة، وبيكون داريل اللي هو الجرسون اللي فيها وشكله حزين إن فرصة عمره ضاعت منه، وبيروح عشان يسلم على مستر رونالد وبيقدم له نفسه، وبيكون رونالد فاكره من المحاضرة اللي قدم نفسه فيها، وبيكون داريل هو المسؤول عن توزيع الأكل والشرب في الحفلة. وبعد ما بيبعد عن رونالد وسكوت بيسمعهم بيتكلموا عن موضوع معين، فبيرجع لهم تاني وبيتدخل في الحديث. بيبان إن داريل مثقف جدا وبيعجب بيه رونالد، وبيلاقي داريل قدامه مجلة الأسهم الخاصة بالبورصة فبيحطها قدامهم من بعيد، وبيروح من تاني لرونالد وبيقول له إنه فاكر كل الأسهم بتاعت الشركة الموجودة وحافظها، وكل اللي قاعدين بيحاولوا يختبروه وبينجح في الاختبار بسبب قوة نظره الخارقة اللي زي النسر دي. وفي نهاية السهرة بيقول له رونالد إنه بقى المتأهل رقم 6 بسبب شطارته، وبيروح داريل على الدكتور وبيشكره على العقار بتاعه. وبعد ما بيتعمل له اختبارات بيكون الدكتور مبسوط بنتيجة عقاره، لكن بيحذره إن الإفراط في العقار هيجيب نتيجة عكسية، وإدمان القوة هو بداية التدمير. وبيجي تاني يوم وبيروح داريل على الحفلة اللي معمولة في نادي الجامعة، لأن داريل بيكون عارف إن مستر رونالد موجود فيها، وبيحاول سكوت أن يطرده زي ما عامل آخر مرة، لكن رونالد بيتدخل لأنه عضو أساسي في النادي وبيمنح داريل العضوية بسبب إعجابه بيه. وبياخد داريل باله من جينيس اللي هو معجب بيها، وبيشوفها وهي داخلة تعدل المكياج بتاعها، فبيستخدم سمعه الخارق وبيعرف إنها بتدور على رجل أحلامها وإن مفيش ولا واحد في الحفلة عجبها، فبيستناها تخرج علشان يسلم عليها، وبيلاقيها ماشية من الحفلة فبيعرض عليها إنه يوصلها لبيتها، وبيكلمها عن نفسه إنه شاب طموح وعايز ينجح في حياته باعتماده على نفسه، وبيخلي جينيس تعجب بيه لحد ما بيوصلها بيتها، وبيتفق معاها إنهم يخرجوا تاني يوم سوا وبتوافق. وبيروح تاني يوم لمدرب الهوكي وبيطلب منه يديله فرصة تانية في اللعب، وبسبب قوة نظره وسمعه بيقدر انه يصد كل الضربات اللي بتيجي عليه، وبيبهر المدرب جدا بأدائه. وبيشارك في أول مباراة رسمية في دوري الجامعات وبيكون السبب في فوز فريقه لأول مرة. وبيروح تاني يوم على اجتماع رونالد اللي عامله مع المؤهلين، وبيبقى قادر انه يسمع المواضيع لرونالد اللي بيحب يتكلم فيها علشان يعرف عنها معلومات أكتر، وبالتالي بيبقى جاهز في الكلام على أي حاجة رونالد بيحبها. وبيدخل داريل لرونالد وبيقدر يقنعه بكل كلامه بسبب ثقافته الغير محدودة، وبيديله رونالد تذاكر لمباراة سلة صف أول، وبيقوله إن في واحد من مجلس الإدارة هيبقى موجود هناك، وبيحاول يثير إعجابه لأن ده هيفيده جدا في التعيين. وبيجي الليل وبيكون داريل مجهز عشاء رومانسي لجانيس في بيته، وبيقضوا سوا وقت، وبياخدها علشان يعرفها على والدته وعيلته اللي هو بيصرف عليهم. وبياخد داريل دواء في ميعاده، فبياخد تيم باله ان داريل بياخد دواء وبيفتكره مخدرات، وبيتضايق علشانه جدا، وبسبب طمع داريل في زيادة قوته اكتر بيضاعف الجرعة من تاني لوحده. لكن المرة دي بيصحى وعينه مزغللة ومش قادر يحرك جنبه اليمين كله. بيروح فوراً للدكتور وبيقول له عن المصيبة اللي هو عملها، وبيقول له الدكتور إن بسبب اللي عمله حواسه ال5 مش هيقدر يستخدمه منهم إلا ال4 بس، وكل شوية هيلاقي حاسة رجعت له وغيرها اختفى لحد ما المفعول يختفي من جسمه تماماً. وده هياخد حوالي 3 أيام، ويستحسن يبقى في السرير وما يروحش لأي حتة، لكن ما بيقدرش يسمع كلامه لأنه عنده مباراة سلة لازم يحضرها مع رونالد ضروري. وأما بيروح المباراة بيكون رونالد مع زمايله اللي هيختاروا معاه المؤهل الناجح في التعيين، وبيقوم داريل عشان يجيب لهم حاجة يشربوها. وفي طريق رجوعه بيفقد نظره وما بيشوفش قدامه، وبدل ما بيقعد في مكانه بيقعد جنب اللعيبة، وبيفضل يغلط في فريقهم لحد ما بيتضرب. وبيكون رونالد متضايق منه وبيقول له إنه يستحسن إنه يبقى في كامل طاقته في ماتش الهوكي وما يكررش اللي عمله النهاردة تاني. وبيرجع داريل على بيته، فبيلاقي إن زميلة جانيس جاية تزوره لأنها معجبة بيه وكانت بتحاول تتقرب منه، لكنه ساعتها بيفقد الحركة تماماً أو السيطرة على جسمه. وبتفهم البنت
إن داريل هو اللي مش عايزها، فبتسيبه وبتخرج. لكنها بتقابل جينيس في طريقها، فجينيس بتفهم إن داريل خانها، فبتطلع تضربه عقاباً ليه على خيانتها. وبيكون يوم ماتش الهوكي بتاع داريل، وبيفقد فيه نظره وهو واقف في المرمى، وبدل ما يصد الضربات من الفريق الخصم بيهجم على زمايله هو، لا وكمان بيقف ورا المرمى مش قدامه، وبيتحول لأفشل لاعب في الهوكي، وبيحاول إنه يصلح كل اللي حصل لحياته. وأول حد بيحاول إنه يصلح علاقته معاها بتكون جينيس، وبيروح لها البيت، فبيفتح له رونالد، ولأن داريل ما بيكونش شايف اللي قدامه بيبدأ في الكلام إنه بيحبها ومش هيقدر يعيش من غيرها، وبيحاول يحضن رونالد بالعافية لحد ما جينيس بتخرج من الحمام. تستغرب طبعا من المنظر اللي هي شايفاه، وبيرجع لداريل النظر من تاني وما بيفهمش هو رونالد بيعمل إيه في بيتها. فبتقول له إن رونالد يبقى أبوها وإنها محتاجة تتكلم معاه على انفراد، وبتقول له إنها اتخدعت فيه لأنها افتكرته غير كل الشباب وأعجبت بطموحاته كمان. فبيقول لها إن حياته متلخبطة جدا اليومين دول، وبيطلب منها تصدقه إنه هيتحسن قريب قوي. لكنها ما بتصدقش كلامه وبتسيبه لوحده وبتدخل شقتها علشان تقفل على نفسها. وبيكون تاني يوم هو يوم المسابقة النهائية الخاصة بداريل هو وال5 المرشحين، فبيروح على صديقه تيم علشان يذاكر له لأنه ما عندوش غيره، وبيقعدوا سوا في بار يذاكروا. وبيبقى سكوت لجأ لوالده علشان يذاكر له، فبيجيب له أفضل ناس في المجال عشان يذاكروا له كلهم، وكل واحد فيهم بيعمل اللي عليه. وبيحاول داريل إنه يركز أكتر من أي مرة في حياته علشان ينجح في الاختبار، وهما الاتنين بيسهروا طول الليل. لكن سكوت بيكون مغرور جدا وشايف إنه أفضل واحد في اللي حواليه. وبيجوا الصبح وكل واحد فيهم بيروح على مكان الاختبار، وفي أثناء مشوار داريل للمؤسسة اللي فيها الامتحان بيفقد النظر، فبيفضل ماشي وبيخبط في كل اللي حواليه علشان يوصل في الوقت المناسب، وبيخبط في النشال. واما النشال بيعرف انه اعمى بيضربه وبيسرق منه البدله بتاعته وبيهرب بيها. وبيفضل داريل ماشي يخبط لحد ما بيوصل لمحل بدل مستعمله، وبيكون معاه $50 حاططهم في شرابه، وبيطلب بيها اي بدله عشان يلبسها. فبيديله الراجل بدله غريبه ما بيشوفهاش الا في حمام الشركه، وما بيبقاش قدامه حل تاني غير انه يدخل الامتحان بيه. وبيدخل داريل على الاختبار اللي بيكون معمول في قاعة خاصة بيه، ووالدته بتحضر الاختبار، وكل ال5 المرشحين قاعدين ببدل كلاسيك إلا هو قاعد ببدلة ملونة وغريبة. وبيبدأ الاختبار والأسئلة، وبيتصفى كل المرشحين واحد ورا التاني لحد ما بيجي سؤال بيقدر انه يجاوب عليه وبينجح في الاختبار وبياخد الوظيفة أخيراً. لكن ساعتها بيقرر انه لازم يقول الحقيقة، وبيقول لهم انه غش عشان يوصل للمرحلة دي، انما كل اجوبته في الامتحان كانت فعلا بسبب اجتهاده ومذاكرته، وانه كان بيستخدم عقار بيساعده على التركيز. فبيعمل مجلس الإدارة اجتماع وبيقرروا فيه انهم يلغوا فرصة التعيين تماما. لكن رونالد بيقول لداريل إنه لما كان في بداية حياته بدأ في أوضة البريد الخاصة بالمؤسسة، وبيأكد له إنه لو فضل على اجتهاده ده هيبقى محلل في أقل من سنة، وإنه وظيفة البريد موجودة وبمرتب كويس. فبيفرح داريل وأهله إنه تعين برضه في المؤسسة، وفعلا بعد سنة بيتعمل احتفال لداريل بسبب تعيينه كمحلل في الشركة زي ما كان بيتمنى. وبيبقى معاه جينيس حبيبته اللي ساعدته ووقفت جنبه لأنها كانت بتحبه فعلا. لو وصلت لحد هنا فانت من الجدعين. ما تنساش بقى تسيبلي كومنت تقولي تحت تحب الفيلم الجاي يبقى ايه، وشكرا انك اتفرجت للآخر.